ازاي دكتور فريق الزمالك كان هيتسبب في هدف بيراميدز الاول؟ انا عارف انها صعبة، بس كمل الفيديو للاخر وانت تعرف ازاي. وازاي محمود الونش كان واحد من اذكى اللعيبة في المباراة دي. هتعرف ليه وهتعرف عمل ايه. الصوت اللي انت سمعته دي كانت صرخة عبد الله السعيد في اللعيبة، بس يا ترى ايه سببها وليه؟ احمد عبد الرؤوف لعب 4-1 والراجل كان شايف ان هو مش هينفع يضغط على بيراميدز من قدام، وده طبعا لانه عارف قدرتهم على التحولات السريعه، وده كلام جميل محدش يقدر يقول حاجه عنه. على العكس بقى بيراميدز كان بيضغط ضغط عالي من قدام، اهو منها يمكن حد يغلط قدام المرمى، ومنها يجبر الفريق ان هم يلعبوا الطوليه فيقدر ان هو يستردها من جديد. والوحيد اللي كان بيقدر يخرج الكرة من نص ملعب الزمالك هو ناصر ماهر، فلاعيبة بيراميدز أدركت ده فبدأت تضغط عليه حتى لو كلفهم إن هم يعملوا معاه فاولين. والكلام ده كله كان قدام الحكم، لكن الحكم للأسف ما قدرش يحميه. يعني مثلا شوف الكارت كان بيحاول يوقفه أكتر من مرة بطريقة صعبة جدا، ولكن الحكم ما تدخلش في ولا لعبة منهم، كان بيحسب الفاول بس. طريقة عبد الرؤوف أفقدت بيراميدز كل الحلول والعوامل اللي عنده. يعني مثلا محدش حس لا بفيستون ماهيلي ولا بمحمد الشيبي ابرز النجوم، بس كل ده الزمالك واقفين ورا كويس، لكن قدام تقريبا مفيش. يعني نقدر نقول ان في الشوط الاول لا كان في هجمات خطيره على بيراميدز ولا على الزمالك. فبعد كده بقى هنروح للشوط الثاني اللي هو انا مسميه شوط عبد الله السعيد. فبعد ما كان ناصر ماهر بس لوحده هو اللي بيحاول، لا كمان نزل له واحد بيعرف يموه ويرقص ويعرف يطلع الفريق برضه من ورا لقدام، وخلى للفريق شكل هجومي. بس خلي بالك الفريق كده هيهاجم، واحنا قلنا بيراميدز لو حد هاجمها هم هيعرفوا يهاجموه بسهوله جدا بالتحولات السريعه اللي هم بيعرفوا يعملوها. فانت فريق زي ده ما ينفعش ان انت تهاجمه على طول، ولا ينفع تلعب قدامه ناقص العدد. خد بالك من النقطه دي، لان اللي كان فاهم كده كويس محمود الونش، اللي انا بعتبره واحد من اذكى اللعيبه لانه عمل اذكى لقطه امبارح في المباراه. الونش وقف قصاد الكره اللي كانت رايحه اتجاه المرمى فجت في وشه، افقدته توازن. محمود الونش لما وقع على الارض محمد اسماعيل راح عشان يطمن عليه، اول حاجه الونش قالها له ما تخليش الدكتور ينزل وانا هقوم. وبالفعل محمد اسماعيل عقبال ما لف عشان يبلغ الدكتور ان هو ما ينزلش، وهتلاقيه بيشاور للدكتور بيقول له خليك ما تنزلش، لكن الدكتور كان نزل خلاص من نفسه. وعلى حسب قانون الفيفا بيقول طالما دكتور الفريق نزل لارض الملعب يبقى لازم يخرج باللعيب اللي كان مصاب حتى ولو سليم. وبعدها بيلوم على محمد اسماعيل بيقول له مش انا قلت لك ما تخليهمش ينزلوا؟ فقال له هم خلاص نزلوا بدون ما يكلمونا. وبعد كده كان الدكتور كان عايز يخرج محمود بره الملعب، لكن محمود كان رافض تماما ان هو يحط رجله بره الملعب لحد ما احمد شريف ما يرجع علشان الفريق ما يبقاش مضغوط في الدفاع. وبيخرج الونش وبيرجع احمد شريف في مكانه فعلا عشان يغطي، وبتتلعب الكوره، والكوره دي كانت بنسبه 99% هتبقى هدف لولا عمر جابر ومحمد عواد. علشان كده الونش فعلا كان عنده حق، ودكتور الفريق كان هيتسبب في هدف اول لبيراميدز. الونش كمان اكد على الدكتور ان هو ما ينزلش في اي لعبه تاني الا لما نقول له انزل، الا لما اللعيبه تقول له انزل بالفعل. وده اللي حصل في لقطه محمد شحاته لما فضل واقع اكتر من 40 ثانيه والدكتور واقف على الخط مش عايز يحط رجله جوه الملعب علشان ما تتحسبش ان محمد يطلع بره الملعب، لحد ما فعلا طلبوه ساعتها نزل. الزمالك في الفتره دي مضغوط، والفريق كده بدأ تحس ان هم يسرحوا، وخصوصا احمد شريف اللي كانت تحس ان هو بعيد جدا عن زمايله في الملعب. احمد عبد الرؤوف بيحاول يحلها من بره، وبيطلب من ناصر ماهر ان هو ينزل لتحت شويه يساعد مع زمايله، ويطلب منه ان هو يلعب في مركز رقم 8. فعبد الله نفسه لما لقى الفريق مضغوط بدأ ان هو يزعق فيهم علشان يضغطوا معاه، وقدر بكده ان هو يرد على هجمات بيراميدز بهجمات خطيره. الفريقين فضلوا متعادلين حتى في اضاعه الفرص، علشان كده بقى بنروح لضربات الترجيح اللي برضه بيفضلوا فيها متعادلين 4-4 لحد ما تيجي الضربة الخامسة والأخيرة لكل واحد فيهم، وبيفضلوا متعادلين حتى في ضربات الترجيح 4-4 لحد ما بنوصل للضربة الأخيرة، وبيخش على الضربة الخامسة مصطفى زيكو وبيقدر محمد عواد إن هو يصدها. وجه الدور على الزمالك واللي هيخش سيف الجزيري.
مستخبي، هو ده الحب اللي انا اتربيت عليه. انسوا اني ابعد عنه، انسوا لو تشوفوا لو تحسوا الزمالك غالي عندي قد ايه. الزمالك